عمرك طلعت من انترفيو وانت مبسوط جدا من نفسك وحاسس انك جاوبت كويس وقلت كل اللي عندك، وتستنى تليفون او ايميل من الشركة يقولك يلا تعالى مبروك انت قبلت معانا في الوظيفة، وفجأة بتلاقي سكوت تام، لا رفض ولا قبول، وكأنك ما كنتش موجود اصلا. النهاردة في طريق البيزنس هقولك الاسباب اللي الشركات ساعات ما بتردش عشانها، والأهم إزاي تتصرف في الموقف ده وتتعامل باحترافية شديدة جدا. السبب الأول، الشركة لسه ما قررتش. كتير جدا بيكونوا لسه في مرحلة الاختيار، يعني بيكون معاهم كذا مرشح للوظيفة ولسه ما حددوش أو ما قدروش يحددوا مين الأفضل، فبيسيبوا كده الناس كلها متعلقة. السبب التاني إن في مرشح داخلي. في شركات ساعات كده بتعمل انترفيو شكلي، بس هم اصلا حاطين في دماغهم شخص معين من جوه الشركة هو اللي هيترقى، او في حد واصل مثلا او حد متوصي عليه، وده معناه مش ان انت السبب، لا، السبب في عدم تواصلهم معاك براك خالص. السبب الثالث ان اجاباتك كانت عامة، يعني اجابات بشكل عام. هقول لك مثال على كده، يعني مثلا لما يسألك في الانترفيو ويقول لك ايه انجازاتك، لما ترد وتقول ان انا بحب الشغل الجماعي، انا شخص ملتزم، الكلام ده حلو اوكي، بس عام مش مميز. فالاتش ار هنا بينسى شخصيتك وسط باقي المرشحين. السبب الرابع، مفيش فولو اب منك. في ثقافة كتير بره ان المرشح بعد الانترفيو بيبعت ايميل شكر بسيط للشركة. الايميل الصغير ده بيبين قد ايه انت شخص مهتم وانك شخص بروفيشنال. السبب الخامس، مش مناسب، بس هم مش عايزين يكسفوك. في شركات كتير جدا مش بتحب انها تقول كلمة اترفضت عشان ما تضايقش الشخص اللي جاي يقدم عندها على وظيفة، فأسهل حل عندهم انهم يتجاهلوك نهائي. الخلاصة، بص يا سيدي، لو ما ردوش عليك ده مش معناه انك شخص فاشل، في اسباب كتير مالكش ايد فيها نهائي، لكن كل اللي في ايدك انك تحضر نفسك كويس جدا للمقابلة الشخصية، تسيب انطباع قوي عنك، وما تنساش تبعت ايميل فولو اب محترم كده. وطول ما انت بتتعلم من كل تجربة هتلاقي ربنا بيفتح لك باب في الاخر. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان توصلك كل أسرار طريق البيزنس، واكتب لي في الكومنتات ايه أغرب موقف حصل لك بعد انترفيو.